يا مساء الخير، يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الرز المعمر الحلو. زي ما انتم شايفين كده شكله حلو قوي وطعمه تحفة ومفلفل وجوسي، حاجة كده يعني روعة. ان شاء الله هيعجبكم جدا. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ازاي. اول حاجة هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها او القالب اللي هنعمل فيه زي ما انتم حابين، وهنحط فيه معلقة سمنة حلوة كده، ونبدأ بقى نوزعها في كل الجوانب وفي كل القالب زي ما انتم شايفين كده. وهنجيب كوبايتين رز مغسولين ومتصفين كويس جدا، مش منقوعين ولا اي حاجة. وهنحط عليهم معلقتين او 3 معالق سمنة كبار او زبدة. يفضل طبعا تكون بلدي. وهنبدأ بقى نغلف الرز كله بالزبدة زي ما انتم شايفين كده. نخلي الرز كله يعني مفيش رزاية مش متغلفة بالزبدة، كله متغلف بالزبدة او بالسمنة. خلاص كده هو بقى جاهز معايا. هجيب بقى لتر من الحليب المغلي، انا غالية اللبن ده، واحط عليه كوباية من السكر، وظرفين من الفانيليا، واقلبهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان السكر داب خلاص. طبعا برضو يفضل ان اللبن يكون بلدي. وهبدا بقى انزل باللبن على الرز. اللبن طبعا زي ما احنا قلنا مغلي. ونبقى برضو مسخنين بقى الفرن، بس هنشغل الشوايه الاول. هقلبهم مع بعض كده. ودلوقتي بقى هبدا احط قطع الزبده الفلاحي او السمنه الفلاحي. وطبعا هنحط كمان معلقتين من القشطه. هبدا اوزع على الوش كده. عندي كده بقى معلقتين من القشطة، هوزعهم كده زي ما انتم شايفين. وانا بولع الشواية الاول، مش بولع الفرن من تحت الاول لا، عشان ياخد وش، وبعد كده بولع عليه الفرن من تحت لحد ما يستوي خالص. وبعدين بطلعه بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شكله تحفة وريحته تحفة وطعمه يعني روعة. ان شاء الله هيعجبكم جدا. وصفته سهلة وبسيطة وكمان يدفي بقى في الشتا اللي احنا فيه ده. بألف هنا وشفا مقدما، وجربوه قولي رأيكم فيه ايه. واستنوا مني وصفات كتير.